السلام عليكم. الحسين وسيكولوجيا الجماهير. أنا قلت في حلقات سابقة أقول ظاهر الإمام مع الليدرشيب، مع التنمية البشرية والقيادة، برامج القيادة تناقض وياهم. يعني مثلا أكو من أهم كتب التاريخ في قيادة الجماهير الكتاب الأول في التاريخ لغوستاف لوبان، العالم والفيلسوف والطبيب الجراح الفرنسي اللي انولد سنة 1841 توفى 1931، 90 سنة عمره. ألف كتاب سيكولوجيا الجماهير سنة 1895. هذا يقول شلون تتعامل مع الحركات الجماهيرية. يقسم الحركات الجماهيرية نوعيتين، حركات جماهيرية منظمة وغير منظمة. يقول غير منظمة أنا ما لي علاقة بها، هم غير منظمين. يعني مثلا الازدحامات بشوارع بغداد، الازدحامات بالمولات بالأسواق، ما لي علاقة. هذول ما مجتمعين لهدف معين، كل واحد عنده غاية وغرض. لا، أنا أحكي على المجتمعين لهدف معين، مثل في الملعب الموجودين أو اللي يطلعون مظاهرات أي طلب عندهم، ذولي منظمين لغاية معينة. الكلام ذولي شلون يصير القيادة مالتهم، شلون نسيطر عليهم. يقول أول شيء لازم تفهم ذولي عقلهم عذرا، هو يقول مو أني، بين قوس يقول عقلهم عقل أنثى، ايموشنال، عاطفي. التركيز لهم يصير الشغل على العواطف، لا تشتغل على العقل وياهم. على العواطف يعني كذب عليهم، حابين لكم مساكن شعبية، راح نقضي على الفساد وطلعون على الموت لفلان، يقول يكيفون على هاي السالفة. وبعد انت 4-5 هم اللي يقودون له عشرات الالاف من ذولي، وراح ياخذهم العقل الجمعي. يقول له ألف اينشتاين يدخل بهاي المظاهره يصير انهم عقل جمعي، يحركهم 4-5 اللي يصيحون ببالهم ويمشون كانما عميان وراهم. فالمهم في تفصيل كثير، يقول خاطبهم خطاب ايموشنال، عاطفي، حتى تقودهم. من جيت سويت المقارنه، قريت دراسه سويت على الخطاب للإمام الحسين في كربلاء، من اجى المدينة مكة إلى كربلاء. شفت بالعكس الإمام الحسين كان خطابه عقلائي، عكس اللي قاله غوستاف لوبان المفروض عاطفي. صفنت أنا طبعا مو محايد، بس من أجي كباحث لازم أكون محايد جهد الإمكان، أنا ذائب في الحسين. فقلت وين المشكلة؟ غوستاف لوبان العقل العظيم هذا أثبتت صحته، وكان الرؤساء الأمريكان عبر المحيط الأطلسي حتى ياخذ موعد وياه، ولحد كتابه الأول بالتاريخ في قيادة الجماهير. وين المشكلة؟ لقيت لا، أبا عبد الله سابق غوستاف لوبان بكثير. ليش؟ بدون ميلان نحو الحسين، نتشرف يصير تحت أقدام أصحاب الحسين، مو الحسين سلام الله عليه، من أوصل اليوم. الحسين شوف خطابه العقلائي اللي خاطب به الجماهير في ذاك الوقت ما كان يخاطبهم أصلا. يعني شلون؟ الخطاب ما كان موجه لهم، الحسين كان عنده فكرة أكبر. غوستاف لوبان وجماعته يخاطبون الجماهير الآنية في وقتها، يقول لك أنت حتى تسيطر عليهم. الحسين قال أنا ما عندي شغل وذول الجماهير، أنا شعلي بشمر بذي جوشن، عمر بن سعد، مو يمي هذا الموضوع. أنا عندي جماهير، ما عندي يوتيوب وكاميرات راح يشوفني، أريد أوصل عن طريق ذول الخونة المجرمين، أوصل الرسالة مالتي، لأن الرسالة مالتي مستمرة على مدار التاريخ. فلذلك خطابي لازم يكون عقلائي. أنا ظاهراً خسرت المعركة، خسرت كل أهل بيتي وأصحابي وأولادي، وراح أخسر نفسي، لكن أنا ما دام حي أوصل الرسالة مالتي للجماهير اللي بعدي. هم انتبهوا، لكن ذكائهم ما كان فائق الوعي. ذاك كانوا يريد يشوشون على الحسين، تقول الطبول من كان يخطب يرموه بسهام، خاصة من صلى مثلاً، إنه مثل شمر الملعون يقول له يا حسين لا نفقه مما تقول، إحنا ما جاي نفتهم شنو تقول، لأنهم فعلاً خطاب عقلائي ما يفهموا. الحسين وصله إنه لذلك من اللقطات الغريبة اللي سواها أبا عبد الله الحسين، والله غريب هذا الرجل، أغرب قائد في التاريخ. السلام عليك يا أبا عبد الله. يعني اللقطة كلش تأثر بي في اللحظات الأخيرة. الأصحاب، الإخوان، الأطفال مجنزرين كالأضاحي، الحسين يصيح في قوم مجرمين ما عندهم ذرة رحمة، ألا من ناصر ينصرنا. أبا عبد الله ويا من جاي تحكي؟ ذولي ما يسمعوك، جاي يريد يقتلوك، وفعلا قتلوك بعد دقائق. لا، هو كان الألا من ناصر ينصرنا، هو كانها برج جسر راد يوصلها إلي وإلك، راد يوصلها. لذلك احنا اللي جاوبناه انه الرسالة مستمرين عليها، ايش قلنا؟ لبيك يا حسين. وهاي الفكرة انه احنا نقول لبيك يا حسين تكون تطلع من القلب والعقل، وهيهات منا الذلة. احنا مستمرين مع الحسين لانه الحسين قال لنا الرسالة وصلت واحنا افتهمناها، انه معركة كربلاء مستمرة والخطاب العقلي وصل لنا واحنا جاوبناه
جاوبناه كل من نفوت للحسين نقول له لبيك يا حسين، وحسين ما نفوت له فقط في مرقده العظيم في كربلاء، الحسين منتشر في كل أرجاء الأرض. ما دام أكو حق هو الحسين، ما دام أكو باطل هو يزيد، والخيار لك. السلام عليكم.